اليوم 20/7/2017. حاليا الساعة 4:30 إلا 5. هاي بالبصرة الساعة 4:30 إلا 5. بعض الأخوة يقولون إنه الساعة بال4:30 الدنيا ظلمة، الطير ما يطير. احتمال يعني في مناطقهم كلامهم صحيح، لكن بالبصرة عندنا يكون الجو كاشف. حاليا الساعة 4:30 إلا 5. ما عندي يعني ساعة أوريكم إياها، لكن من خلال التليفون اللي دا أصور بيه نفسه يعني ساعة 4:30 إلا 5. راح أروح أفك الطيور بال4:30 ضبط، مثل ما ذكرنا اليوم 20/7/2017. تحياتي. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم 20/7/2017. عندنا شمعية عمر ديالها 40 يوم. إن شاء الله راح نفكها. هاي الطيور كلها راح نفكها، بس تركيزنا هو على الشمعية إن شاء الله تعالى. حاليا تطير 3 ساعات ونص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. وقعت الحيوانة بالشارع، ما قدرت من قد الحدية. خلينا نوقف التصوير ونرجع لكم. هاي قامت. طبعا هاي من العلامات الجيدة. هاي قامت تقريبا ب10 بس. يعني من العلامات الجيدة انه الطير يكون صعب بالقومة. حاليا لزمت الطيرة. اخواني الاعزاء، هذا الدشر. هاي هي. راح نبقى متواصلين وياكم ان شاء الله تعالى. الطيرة شوفوا يعني من قومتها الصبح تبدي تفك موالف ان شاء الله تعالى. تاخذ لها 5 دقائق ان شاء الله، وبعد ما تعرف بقية الطيور حتى نفتح دشر. طبقت وياهن هسه. صور لكم لحد ما تفك ان شاء الله تعالى. طيور حلوة يعني، موالف ما بيها اطلاقا يعني. بس هاي قومة الصبح يعني كل الطيور اكو بيها بعد نص ساعة تفك، اكو بيها يعني شو وقت ما تشتغل الغرائز. لكن هاي ما شاء الله يعني تفك الطيور من وقت. هاي اللي قدامهم هي. هذه تنزل طيورنا هاي الدشر حتى نفك دشر، لانه يعني هسه اذا فكينا الدشر هاي الطيور قبل تنزل. هاي هي اخواني الاعزاء. هاي هي العفو. هاي الشمعية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما ذكرنا تاريخ اليوم 20/7/2017 عندنا هاي الشمعية وهذول دشر. هاي الطيرة طلع على راسلها ما لها علاقة أصلا. هاي الطيرة وهذا دشرنا اخواني الاعزاء. هاي هي الطيرة. وهذا دشرنا اخواني الاعزاء. والطيرة اليوم حتى نبين نكشف اصالة الطير نبدي نفتح الدشر يعني. وهذا تك يعني من طيورنا اللي وعدتي ما ببتوره من الرماديات. ان شاء الله راح نبترها على الموسم ليقعد. هذه الشمعية يا اخواني الاعزاء. وهذا دشرنا. هذا دشرنا. وهاي هي الشمعية يا اخواني. هاي الطيرة ان شاء الله راح ترجع تسوي طلعة. نقطع التصوير ونرجع نكمل لكم. هاي الشمعية على راسلها اصلا ما لها علاقة بالطيور. طبعا اخوها لزم القاع يعني. اخوها لزم القاع قبل الياباس وما فك يعني لانه احنا سافرنا رحنا للسماوة. الطير لزم القاع ما قدرنا نسيطر عليه. تحياتي. طبعا هذا جانب من دشرنا. وهذه الشمعية حاليا الساعة 5:05. طبعا منطين زوم للكاميرا طالع بعيدة حيل. مثل ما ذكرنا تاريخ اليوم 20/7/2017. عمر الذيل اليوم 40 يوم. اليوم حلوة الطيرة يعني. ان شاء الله بالياباس راح تتجوهر اكثر. دقة اطلاقا يعني ما تعرف تدق الطيرة. جنح مرتب رقبة ديل. طيرة بيها شغلات كلش يعني حلوة. طلعتها طبعا الجو حار فاكيد انه الطلعة تقل يعني ما تصير بالمستوى المطلوب. يعني اليوم طلعت الحيوانة يعني طلعت الصبح هسه حوالي 10 دقائق. راحت الحيوانة راح تطلع جاي تفتر بالمربع يعني.
طيارها جو الوسط. طلعتها 10 إلى 5 دقائق. هيدا نحرك بالدشر حتى نشوفها تجي على البيت لو تروح. طلعت. غابت عن الأنظار. إن شاء الله راح نوقف التصوير. شوف وقت ما ترجع من الطلعة نصور لكم إياها. تحياتي. السلام عليكم أخواني الأعزاء. الطيارة رجعت من الطلعة وهاي طيرنا لها دشر طبعا. هذا الدشر بسطحه وطيرتنا إياها. هذا الدشر تلاقيت. شوف شغلة الموالف بالطيارة. هذا الدشر بسطحه وطيرتنا بسطحه. ما لها علاقة الطيرة. هذا الدشر وهاي الطيرة. هذا دشرنا اخواني الاعزاء. الطيرة طلعت. هاي طلع على راسنا ما لها علاقة بأي طير. يعني فوق البيت تلاقوا هيجي ملاقة على قولتهم. مثل ما ذكرنا تاريخ اليوم احنا نذكر بكل تصوير يعني حتى نوثق انه هذا التصوير تابع لتصويرنا نفسه اليوم 20/7/2017. هاي اجت من الطلعة. ترى ما شاء الله ركبه ماكو. ذيل حلو مرتب. جنح يعني جنح مقبول. بيها شغلات حلوة. لا بعيدة يعني نطيق زوم احنا. اجت اخر الدائرة وطلعت. ان شاء الله نصور لكم تصوير افضل قريب الياباس العفو يعني قريب المنزال. وايضا قريب الياباس نصور لكم لانه حاليا عمر الذيل 40 يوم ما يعتبر ياباس. 43 يوم هو الياباس. ان شاء الله من ترجع راح نصور لكم اياها. طلعت تمام. طبعا دشرنا مفتوح. هذا فوق البيتونة وايضا على الارض. خليني اوثق لكم الدشر. دشر مفتوح يعني دائما. هذا دشرنا اخواني الاعزاء فوق وجوا. وعندنا طيور ايضا طايره يعني عندنا زوج طيور طيرناهم كدشر. تحياتي. هذا دشرنا اخواني الاعزاء. هاي الشمعية ترى ما لها علاقة اصلا بالطيور. على راسلها اصلا.
الشمعية. هاي طيارتنا اخواني الاعزاء. هذا الدشر. طلعت الطيارة. هذا الدشر واحد حط نزل. هاي طيوري بعد يعني ما مبتورة ان شاء الله هماتين جاي خيرها. هذا مسكي من خواتي المسكية اللي طارت 5 ساعات وثلث يوم 18، يعني من نفس البزرة، يعني من مو من نفس الأم والأبو بس من نفس البزرة، يعني يكون ابن عمها، ابن عم الطيرة. والشمعية طلعت بهذا الاتجاه. السلام عليكم. تقريبا حاليا الساعة 6. دشر مفتوح مطلع له مي برا. الطيارة ذيك لا اشوفها يعني بس بعيدة. وجت من الطلعة. هاي طلعتها بالضبط يعني 12 دقيقة. بالضبط 12 دقيقة. الطيارة بعيدة دا اشوفها بالعين المجردة، لكن بالكاميرا ما دا اعتقد انه دا تلتقطها. هيا الطيارة دافنة ذيل مسطرة يعني ما شاء الله. دشرنا طالع ومخلي له مي برا. طبعا الدشر جوعان بس الطيارة قامت يعني تشتغل شغل حلو. احنا تريقنا حاليا الساعة 6 تقريبا. ستة إلا 5. هاي اضرب الزنجير. هذا أول زنجير. هذا أول زنجير الساعة 6 ضبط. أو 6 إلا 5000. الذيل والركبة ما شاء الله. هاي راح يسوي طلعة ورا الزنجير. طلعت. الدشر مو ذاك الدشر، لكن هو هذا اللي موجود يعني. طيارة راكدة، شغل بيها مرتب والله. طبعا لا تنسون انه الطير اللي لونه طوخ يعني ما شاء الله. هذا الزنجير الثاني. الجو حار بدا يحتر يعني الجو. طير الطوخ يعني مو مثل الطير اللي لونه يصير لون يعني فاتح مثل المسكي او غيره. هاي الطيرة زوم. الطيارة طلعت قبلها طلع حوالي 12 دقيقة، وهاي جيتها ضربت مرتين زنجير ما اعرف ايش عجب.
شاء الله نصور لكم تصوير لاخ من ترجع. صفوا عليها الجو، الطيارة طلعت. هذا دشرنا اخواني الاعزاء، مو ذاك الدشر يعني الكثير، لكن هذا اللي موجود عند سالم يعني صاحبنا. طبعا هاي الطيور هدية من الاخ العزيز سالم ميران. هاي الطيور نيالي ظلم، 4 طيور. هذا تك، وذول 3 خوات من بزرة نيالي الظلم. قبل فترة يعني زرناه للبيت وهدانا هاي الطيور كهدية، والله يوفقه ان شاء الله. يعني الطيور هي هدية ان شاء الله، ما راح نطيرها بس نبقيها يعني كتذكار من الاخ العزيز سالم، ومشكورين يعني على الهدية. الله يوفقه ان شاء الله. ذيك المسكية الشاهينة اللي لقبناها بالشاهينة، لا مو هاي الشاهينة اخواني الاعزاء. هاي طبعا اخوها هديناه لاحد الاصدقاء، و يعني مع الاسف والله مات يعني يومه، تعب اثر الطريق والنقل، يعني محافظة بعيدة. اخوها نفس الاشي يعني. هاي ايضا مسكية بعدها ما مبتورة الطيرة، من نفس البذرة بتعمها تصير. وعندنا ايضا كانت وجبة بالتخريج من المساكي، من الطيور ال9 اللي كنا نريد نخرجها، لكن الطيور يعني ما بقت، يعني جو ولد اخذوها. الله يوفقهم بهم ان شاء الله. فقسم راح يتخرج بمحافظات اخرى يعني من هاي الطيور. هذا من المساكي الدقات. هاي طيور الاخ العزيز سالم ميران. طبعا نشكره على هاي الهدية، وارغمنا انه ناخذهن يعني للامانة. رجل صاحب كرم وصاحب اخلاق، يعني زرناهم فارغمنا على انه ناخذ يعني هاي الطيور. وهذا طبعا من حسن اخلاقه وكرمه يعني. ان شاء الله هاي الوجبة كلها يعني ما تبقى راح تتخرج، بيهم عنابر بيهم رماديات. هذا الشمعي يعني لازم القاع اخذ طيرة من رحنا للسماوة. طير بعد ما يطير ابد. اخو هاي الشمعية يريد يطير. هو اخر مرة طار تقريبا 4 ساعات الا ربع. بس يعني لزم القاع قبل لا تروح الدقة، يعني لزم القاع قبل الياباس، يعني لزم القاع والطير بيه دقة يعني، باقي بيه شيل الجنح. على هذا الاساس يعني ما راح نبزر احنا. بينما الطيرة بعمر ذي 40 يعني تركت الدقة. هاي طيرة اجت اخواني الاعزاء. جاي تجي وتروح، يعني هاي طلعة صارت فد 4 دقائق ورجعت. طيرة مرتبة يعني بيها شغل حلو. طبعا نكمل لكم مقطع اخر ان شاء الله تعالى. تحياتي اخوكم ابو علي البصري. السلام عليكم. عبالي طيرة جت طلعت. هاي فاختي. يلا احنا صورنا بعد نبقى ننتظر. مثل ما ذكرنا تاريخ اليوم 20/7/2017. عندنا هاي الطيرة الشمعية مبتورة طبعا يوم
10 بالشهر، اليوم 20، يعني عمر ذيل 40 يوم ضبط. طبعا الشهر السادس هو 31 يوم، يعني 41، لكن احنا ما نحسب يوم البتر. يعني هذه من الامور المهمة المفروض كل جناي ينتبه لها، انه الطير يعني ما ينحسب يوم البتر. يعني اذا بتر يوم 10 يحسب من يوم 11. طيرة طالعة ان شاء الله تجي ونصور لكم اياها. حاليا يعني صار لها بالضبط 10 دقائق. طبعا من الامور المهمة اللي نحب انه نذكرها، انه طير الطوخ يعني هذا التايم ينحسب له ضعف، يعني ما نقول ضعف، خلينا نقول يعني ينحسب له اكثر من الطير اللي لونه ابيض، يعني مثل المسكي. فرق كثير يعني. لونه الغامض يكتسب اشعة الشمس ويكتسب الحرارة يعني. مثل ما تلاحظون يعني الملابس الشتوية دائما تكون الوانها غامقة، يعني جوزي او اسود او غيره. هاي طيرة ثانية حزام جدي ما منتبهين عليها طبعا. 11 دقيقة ضبط يعني طلعتها هاي. بيها شغلات كلش حلوة، نتمنى انه تجي فوق البيت يعني بالضبط حتى نصور لكم الذيل. والكاميرا هاي ما اعرف شو صارت شغلتها مغوشة يعني. هسه افضل ماكو فايدة، ما دام ضرب الزنجير يعني راح تسوي الطلعة. مثل ما جاي تشوفون طلعت بهذا الاتجاه. طلعت طيرة هياها. راح الطيرة طلعت، نصور لكم ان شاء الله تصوير الاخ اخواني الاعزاء. تحياتي. يعني رسمة الطيرة ما شاء الله كلش حلوة. ركبة ماكو ذيل يخبل يعني مسطر. هاي شوية تفتحوا يعني فوق البيت المصير. اثنين 3 4. يعني بيها شغلات كلش حلوة الطيرة. بس هي مع الأسف كل ما نريد نصور هذا يعني دا يصير ورا الزنجيل، يعني هاي تقريبا رابع مرة بت. يعني صار لها ساعتين للساعة 3. رجعت طلعت ماكو فايدة، يعني ما نقدر نصورها الطيرة جاي تطلع هواية، خصوصا ورا الذبة. يعني ما صورت الذب، خليه تجي على الداير ان شاء الله ونصور لكم اياها. رجعت طلعت. طبعا حلوة جاي توزع، يعني توزيعها حلو الطيرة، تطلع باتجاهات هواية. طبعا هذا الرمادي القلمي اللي تشوفوه هاي من الطيور العزيزة علينا حيل. هذا يعني ما بدا تأخر صالحنا، يعني هسه حاليا الطير من الريشة السابعة أو الثامنة، يعني بسبب التلك مثل ما جاي يشوفون، يعني حتى الأقلام مالته واقعة. وصالحنا إنه يتأخر الطير حتى يصير الجو يعني حلو. إن شاء الله راح نخرجه ونشوفكم إياه، من الطيور العزيزة حقيقة يعني. الرماديات هاي الكبار. هذا الرمادي أيضا بتر إن شاء الله جاي خير. من الرماديات الدقات، ذول عناوب الخوات. عش واحد حلق واحد.
ايضا ذول العنابر يعني طبق جديد هم، وهم من مساكينه، وابوهم عنبرلي من طيور الاستاذ ابو علي السماوي. الهدية الكتك عندنا فات بذيله يعني، قصيناه وبقيناه شوية للنهار الطويل. تحياتي، نكمل لكم مقطع آخر. السلام عليكم. تاريخ اليوم 20/7/2017. حاليا الساعة 7:10. عندنا هاي المسكية طايرة من الساعة 4:30. العفو الشمعية. رجعت طلعت الحيوانة. خلي ترجع أصور لكم إياها. يعني طلعتها من 12 من 5 دقائق إلى 12 دقيقة. يلا ما جاي تجي فوق البيت يعني 100% حتى نصورها. شوية تعبنا تصويرها يعني للأمانة. طبعا الجو اليوم كلش حار يعني حر مو طبيعي. ما قلنا الساعة حاليا 7:10. اللي تجي فوقانا حتى نشوف الترتيب مال الطيرة يعني. رجعت طلعت. ان شاء الله نلتقط لكم فيديو اخر. اخواني الاعزاء، هذا وقت منزالها ان شاء الله. والله حارة حيل حيل حارة يعني، شمس عمودية عبالك الساعة 12 الظهر. يا سبحان الله. يعني حتى تعبنا من خلال التصوير يعني. مثل ما ذكرنا تاريخ اليوم 20. هذا وقت المنزال ان شاء الله الساعة 8:10. حارة حيل. اما الله يساعد الحيوانة منها لونها طوخ. هاي ما نقدر نصور من قد الشمس يعني، شمس بعيوننا. يا هذا منزال ان شاء الله تعالى. هذا منزال. يا الله منزال هذا ان شاء الله. هذا منزال. الله يكون بعونها على الحر هذا. الله اكبر. لون طوخ هذا اخواني الاعزاء، يعني يكتسب اشعة الشمس حتى وقع الطيرة. يا الله منزال ان شاء الله. الله يكون بعونها على الحر. نزلت. اوه. الساعة حاليا 8:12. الله يكون بعونها الحيوان على الحر هذا.
عمر الذيل 41 يوم. هذا دشرنا مفتوح. تحياتي للجميع. السلام عليكم اخواني الاعزاء. هاي الشمعية نزلت حاليا الساعة ب8:15. نزلت ب8 و12 دقيقة، يعني صار لها حوالي 3 دقائق الطيرة من نزلت. تهي الطيرة والله، والجو حار حار حيل حيل حار يعني اليوم. تحياتي للجميع، اخوكم ابو علي البصري.